الفنانة الكوميدية زينات صدقي هي أيقونة كوميدية وتميمة نجاح لأي فيلم شاركت فيه. كانت ملكة الإفيهات السينمائية اللي بتعتمد على الارتجال، واحنا ما ننساش لها كثير من تعبيراتها العفوية المرتجلة مثل كتاكيت بني. كذلك ما بننساش المشهد في فيلم شارع الحب وهي نايمة في سريرها وجنبها وسادة صغيرة جدا مكتوب عليها الوسادة الخالية. كذلك ما قدرش ننسى وهي بتردد على على عبد السلام النابلسي في الفيلم نفسه لما كان بيناديها بعد ما اتجوزها، فردت عليه أي قائلة: أمرك يا سبعي يا جملي يا مستبد يا سادس عشر. اسمها الحقيقي هي زينب محمد سعد. هي من مواليد 11 ابريل عام 1913 في حي الجمرك بالاسكندريه. في اول حياتها اشتغلت مونولوجيست ثم رقاصه. اسرتها اعترضت على عملها في الفن فهربت مع صديقتها خيريه صدقي الى الشام وحملت اسمها. ولما التقت بنجيب الريحاني ضمها لفرقته وسماها زينات حتى لا تختلط مع نفس الاسم مع زينب صدقي. أما سليمان نجيب فساعدها في بداية حياتها. اشتهرت دايما بدور العانس اللي بتتجوز وعملت فيه كتير من المسرحيات منها الدنيا جرى فيها ايه، كما عملت مع اسماعيل ياسين بعدد كبير من الأفلام والمسرحيات. المدهش في الحكاية إن هذه الفنانة اللي هي ذات الحيوية والمتدفقة في تعبيراتها كانت خجولة جدا في حياتها الشخصية. رصيدها الفني يزيد عن 150 فيلم، أولهم كان فيلم الاتهام عام 1934 وآخرهم هو فيلم بنت اسمها محمود. كمان اشتغلت في فيلم بسلامته عايز يتجوز عام 1936. تابعت أدوارها ونشاطها بعد كده قل نشاطها في آخر حياتها نتيجة للمرض. في عام 1976 حصلت على شهادة جدارة ومعاش استثنائي من الرئيس الراحل السادات. ومع نهاية الستينات بدأت الفنانة زينات صدقي تختفي تدريجيا من السينما والأفلام ولم تظهر إلا في أعمال قليلة جدا، أشهرها فيلم مع بط جميل 67 للمخرج حلمي رفرة، وكان آخر أعمالها هي بنت اسمها محمود 75، وتوفيت في 2 مارس عام 1978. دي كانت حكايتنا البسيطة جدا عن فنانة من الزمن الجميل اشتهرت بالعفوية والتلقائية، هي الفنانة زينات صدقي. رحم الله الفنانة زينات صدقي واتكنها فسيح جناته. لو عجبكم الفيديو نعمل شير ولايك وانتظرونا في حلقات أخرى عن الفنانين.